السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو مختلف شوية، يعني كنت وعدتكم بيه من الفيديو اللي فات. فكرة كده محيرة. لو الفكرة عجبتكم حطوا اللايك والاشتراك تحت الفيديو، وما تنسيش تسيبي لي كومنت برأيك وبالافكار اللي انت ممكن تحبيها تاني. فكرة فيديو النهارده هي السؤال المحير اللي بيغلبنا كلنا: هناكل ايه النهارده؟ هنتغدى ايه النهارده؟ فانا جايه لكم كده بافكار يا رب ان شاء الله تستفادوا بيها، وهعرضها لكم كده واحده واحده. طبعا انا لا مزوقه ولا مروقه زي ما بيقولوا، انا حاطه لكم التصوير البسيط اللي هو موجود في كل بيت، والافكار برضو اللي موجوده الى حد ما بكل بيت، وربنا يوسع علينا جميعا ويرزقنا جميعا. يلا نبدا كده. اول حاجه، اول فكره معانا نعملها على يومين. نعمله صينيه كده او برام في خضار باللحمه زي ما انتم شايفين كده. بقى نحاول نشكل الخضروات اللي فيه: بسله، بطاطس، جزر، حاجات كده مفيده طبعا. وبرضو الحاجات دي بتبقى مهمه قوي كمان لوجود الاطفال. الاطفال عموما بتاكل الحاجات دي، ومعاه شويه شوربه من سلق اللحمه ورز ابيض. تاني فكره تبقى اقتصاديه شويه، طالما اكلنا اللحمه مثلا على يومين، الفكره التانيه تبقى اقتصاديه شويه: كرنبيت محمر، طبعا محمرين وكده ببيض، ومعاه شويه رز بشعريه، شويه فلفل محمر كده بالدقه، وطماطم برضو زي السلطه، وبطاطس محمره، ونقضي اليوم. تبقى فكره جميله وشهيه والناس كلها بتحبها. تالت اكله نعمله لازم يوم سمك مثلا في الاسبوع، ربنا يقدر الجميع طبعا. اول فكره بقى سمك مشوي مع شويه كشري، اللي هو الكشري بالعدس الاصفر ده، وطماطم مثلا او سلطه، وسلطه بابا غنوج. السمك المشوي معظمنا يعني بنجيبه جاهز من بره، وطبعا ايه لو توصي ان هو يبقى محشي بشويه خضار كده، بحيث ان هو يبقى غني برضو بالخضروات ومفيد. تالت فكره تبقى اكله نواشف، نعمله مثلا بربع كيلو لحمه مفرومه عليها بصلايه وشويه تتبيله كده، ولو عندك اي خضار برضو ممكن تدخليه في تتبيله اللحمه، ونعمله حواوشي كده في العيش الرده ده على البوتاجاز. بتبقى فكره سريعه جدا، بصوا شكلها بتبقى عامله ازاي من جوه. فكره سريعه وخفيفه وتقضي اليوم، وفي نفس الوقت حلوه ويعتبر فيها لحوم مع شويه بيبسي شيبسي ومخلل، بتبقى جميل. نعمله بقى نرجعه تاني نعمله اكله حلوه كده على يومين. مثلا نعمله حله مثلا من محشي الكروم، ومعاها برضو ايه بط او اي بقى نوع لحوم عندنا. انا بقول لكم بس افكار. بعد كده اكله اقتصاديه تاني نمشي حالنا كده، نغير بقى مثلا فول، فلافل، بيض مثلا بالطماطم والجبنه، جبنه بطماطم، شويه بطاطس محمره. عندنا احنا في بلدنا حاجه اسمها حباش، مش عارفه منتشره عندكم ولا لا، مع العيش ومشي برضو الحال كده. قضينا يوم مره، ندخل بقى تاني باللحوم او الفراخ. عملت كده طبق كبسه بالرز البسمتي. شوفي بقى منابات فراخ، ممكن تقطعي بقى فراخ او كبد وقوانص او اي حاجه عندك، وتعملي عليها شويه رز كبسه. انا بعملها بالفراخ وبنقضيها على يومين، وممكن برضو على يوم واحد. الفكره اللي بعد كده برضو مش شرط طبعا الفراخ واللحمه ورا بعض، انا بديكوا بس افكار. برضو الاكله دي ممكن على يومين. اجنحه الدجاج انا كنت جايباها وشفتوها معايا في فيديو مشتريات. الاجنحه دي بتبلها تتبيله حلوه كده من قبلها بيوم، وبشويها على الفحم، وبعمل معاها شويه مكرونه. وبرضو لو عندي شويه خضار بدل ما اعمله سلطه بعمله بطريقه مختلفه، هو برضو بشويه على الفحم، سواء بصل، فلفل، طماطم. وزي ما قلت لكم كده المكرونه برضو نحاول ننوع فيها، تبقى مكرونه سباكيتي المره دي مع شويه شيبسي او بطاطس محمره، شويه كاتشب ومايونيز، واكله بتمشي على يومين. فاهمين؟ فيعني احنا بننوع. انا بديكم افكار زي ما قلت لكم، وانتوا بقى نظموا مثلا يوم اكله نواشف، يوم اكله على يومين، يوم اكله اقتصاديه، وهكذا. ندخل برضو على اكله تانية نواشف، نعمل بيتزا مثلا مشكل جبن. بلاش بقى نحط فيها لحوم وبلاش نحط فيها حاجه، خليها كده خفيفه. بيتزا مشكل جبن، اللي عندك اي جبن عندك، شويه طماطم وشويه فلفل اخضر وزيتون، وزي الفل. برضو عايزه تحمري جنبها بطاطس، عايزه تحطي شيبسي. يعني انا شايفه بصراحه ان الشيبسيات اي نعم الحاجات دي مش محبذه يوميا، او الشيبسي يعني عشان مواد الحافظه والاطفال وكده، بس يعني بتقضي الغرض. البطاطس غاليه الفتره دي، فمره بطاطس محمره مره شيبسي، برضو مع شويه كاتشب ومايونيز. المايونيز كنا عاملينه سوا برضو في فيديو، وبنقضي اليوم. وممكن يتبقى منها للفطار او للعشاء، او مثلا المدرسه للاطفال لو رايحين مدارس او حاجه. ندخل برضو على اكله سمك تاني. ممكن سمك بقى، المره اللي فاتت عملنا مشوي، المره دي نعمل سمك مقلي مع شويه رز بالبصل. انا بصور لكم زي ما قلت لكم من غير ما ازوق الاكل ولا اي حاجه، ده اكلي بسيط زي اي بيت مصري، لا بزوق ولا بعمل، يعني احنا بناكل والحمد لله. فالسمك المقلي مع شويه الرز البصله مع طبق سلطه كده مليان وحلو. برضو السلطه مهمه قوي، والحمد لله بالهنا والشفا نقضي اليوم ده. فكره برضو مختلفه تانية، اكله نواشف تانية او اكله تقضيه او اكله اقتصاديه يعني. نجيب مثلا الفطير ده، انا كنت جايباه معاكم برضو في فيديو مشتريات. الفطيره كانت عامله 15 جنيه. لو مثلا اسره كبيره شويه ممكن نستخدم فطيرتين، يعني انا جايبه فطيرتين واستخدمتهم في غدا وفطار يوم تاني، مع برضو شويه. انا عندي هنا كان عندي بتنجان بابا غنوج حطيته، جبنه بطماطم،
شويه عسل، بيض بالخضروات اهو، في لانش انا كنت حاطه فيه لانشون وفلفل وبطاطس محمره وجبنه رومي، وبالهنا والشفاء قضينا اليوم والحمد لله. وزي ما قلت لكم اتبقى منها لتاني يوم فطرنا بيه برده تمام مفيش اي مشكله. ندخل بقى بعد ما قضيناها كام يوم نعمله ايه، برام بقى او طبيخ يعني زي ما بنقول. عملت بقى برام باميه باللحمه ومعاها برده رز ابيض كده، والشوربه بتاعت سلق اللحمه، والبتنجان المخلل اللي بتدقق اللي زي الفل اللي برده عملناه مع بعض في فيديوهات قبل كده. توني يعني على طول بقول لكم بحطه جنب اي اكلات، وحتى هتلاحظوا ان هو محطوط جنب اكلات كتير. طبق كده او صينيه زي دي كامله متكامله بالهنا والشفا، نعصر ليمونه على الشوربه وزي الفل. اكله اقتصاديه يعني اكله حلوه بس ما فيهاش لحوم. عملت شويه ورق خاص محشي، معرفش انتوا بتحشوا ورق الخاص ولا لا، بس يعني اللي مش ما جربوش يجربوا بجد، تحفه تحفه. وهنزل لكم قريب فيديو فيه محشي ورق الخاص وانا بعمل. انا هنا حشيت شويه ورق خاص، وكان عندي برده شويه ورق عنب، رحت حشيتهم اكمل الحله، وحطيت جنبهم خيار كده مقطع بديل للسلطه وشويه مخلل، وقضينا اليوم اكله زي الفل. نعمله اكله نواشف فيها برضو لحوم وتبقى خفيفه ونواشف كده. عملت مكرونه سباكيتي، عملت كفته عاديه خالص، وبعد ما عملتها قليتها في الزيت بالبيض والبقسماط، خليتها كفته بانيه مع شويه بطاطس محمره من اللي احنا كنا مفرزينها سوا فارم فريتس مع بعض. واهو زي ما انتم شايفين المخلل، اكله تحفه وبتفتح النفس وفي نفس الوقت اقتصاديه بربع كيلو حسب عدد الافراد. نعمله بقى اكله متينه تاني تقعد معانا على يومين. هنا كان عندي حمام، عملت حمام محشي ورز بالشعريه، وبشوربه الحمام عملت ملوخيه، وبرده مع البتنجان الحلو بتاعنا اللي بتدقق، واكلنا الحمد لله بالهنا والشفا. والاكله دي بالنسبه لي قعدت على يومين. شوفوا برضو انتوا على حسب العدد، لو مثلا الحمام او اللحوم خلصت اول يوم، ممكن تاني يوم عادي الرز بالشعريه مع شويه ملوخيه وبطاطس محمره ونكمل اليوم، او مثلا نعمل طبق مسقع. الفكره اللي بعد كده اكله نواشف، عملتها برضو معاكم في فيديو قبل كده، وهي طاجن المكرونه بالصدوق. طاجن المكرونه بالصدوق ده برضو يعني لو جبنا شويه صدوق خليناه عندك كتغيير في اللحوم او كفكره تغيير. والاكله دي برضو بربع كيلو كده ممكن تعملي طاجن كبير وحلو، بس تزودي فيه بقى الخضار، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل الوان، طماطم، عملته معاكم وانتوا عارفين الطريقه، مع شويه بطاطس محمره وكاتشب ومايونيز، وبجد بتبقى تحفه وحلوه جدا وبقضي بيها اليوم وفيها لحوم. بعد كده اكله اقتصاديه، عملنا طبق الكشري الحلو ده. بصوا يعني كامل متكامل، انا حاطه على الكشري الدقه بتاعته، فعامله بس طبقين جنبه الصلصه بتاعته والشطه، بس الطبق نفسه كامل متكامل عليه الدقه. طبعا بصوا يعني مفيد جدا جدا جدا، بس ما نزودش منه. بعد كده نعمل اكله تانية على يومين مثلا باللحمه، ده حله فاصوليا برضو باللحمه. انا عندي شوربه اساسيه، فبسلق اللحمه نص سلقه وبعد كده بدخلها في الطبيخ، بس بحيث ان انا اخد منها شوربه حلوه. عملت الفاصوليا دي مفيده جدا جدا وحلوه قوي برضو لو في اطفال، باللحمه كده مع شويه رز بشعريه وطبق الشوربه وشويه المخلل والبتنجان اللي بدقه وعصره الليمون كده على الاكل، وبتبقى اكله زي الفل وبالهنا والشفا. تقعد معانا يومين، حتى لو بتبقاش لحوم مش مشكله، ناكل الطبيخ تاني يوم من غير، فيهاش اي مشكله. برضو فكره اكله اقتصاديه برضو عملتها معاكم في فيديوهات قبل كده، وهي سندوتشات البطاطس السوري. بطاطس سوري معانا هنا، يعني العيش السوري ده بسيط كده يبقى عندنا في الفريزر، نحمر شويه بطاطس مع الكاتشب والمايونيز وخياره او التوميه بيبقى زي الفل. اكله نواشف بعد كده برضو منها لحوم ومنها اكله خفيفه، ان احنا نعمل صينيه مكرونه بالبشاميل، برضو عملتوها معاكم في الفيديو الاخير. صينيه المكرونه بالبشاميل كده، لحمه مفرومه نحاول برضو نحط فيها البصل والخضروات اللي عندنا، ونعمل صينيه مكرونه بالبشاميل مع شويه شيبسي وشويه مخلل وسلطه مثلا، تبقى برضو اكله حلوه وبتقضي اليوم، منها لحوم ومكرونه وبرضو البان وبيض وكل حاجه حلوه فيها زي ما انت عايزه حطي فيه. بقى حل اكله تانية برضو على يومين تبقى اكله حلوه كده ومتينه. عملت حله او صينيه محشي مشكل، وكان عندي برضو ممبار في الفريزر، حمرت الممبار وشويه كوارع. طبعا دي مثلا ممكن تبقى دي اكله الشهر مثلا، الاكله بقى الحلوه الكبيره المتينه اللي ممكن تبقى مكلفه مثلا شويه، تبقى هي دي اكله الشهر وناكلها على يومين وبالهنا والشفا. الاكله اللي بعد كده اكله اقتصاديه برضو، صينيه عجه بالبيض ونعمل جنبها بطاطس محمره، نعمل طبق مسقعه وطبعا للعيش، ونقضي اليوم اكله برضو مفيده وفيها خضروات وجميله وتبقى تقضيه وحلوه معظمنا بيحبها.
ونختم بقى الاكله الاخيره باذن الله، تبقى عباره عن الكريب، كريب مشكل جبن. لو عندنا اي بواقي بقى فراخ او لحوم في التلاجة ممكن نستخدمها، وممكن نعملها كده بس شويه بطاطس وبرده كاتشب ومايونيز، وبالهنا والشفا. يا رب يكون الفيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تسيبوا لي اللايك والاشتراك تحت الفيديو، وتسيبوا لي كومنتات بتاعتكم وتقولوا لي رايكم في الفكره ايه، وتحبوا نكررها مثلا كل شهر. استنوني في الفيديو الجاي، ويلا مع السلامه.